خنيفرة معروفة بلقب خنيفرة الحمراء، وهاد السمية جات من لون التربة ديالها والحيوط ديال ديورها اللي عندهم داك اللون الأحمر المتميز. هي العاصمة التاريخية لقبائل زيان الأمازيغية، وكتعتبر القلب النابض للأطلس المتوسط. ملي كنهضروا على خنيفرة ضروري نذكروا البطل موحن أو حمو الزياني، هو اللي قاد المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي. وما نساوش معركة الهري الشهيرة عام 1914 اللي تكبد فيها الاستعمار واحدة من أكبر الهزائم ديالو بفضل الشجاعة ديال الزيانيين. المدينة مبنية على ضفاف واد أم الربيع اللي كيعطيها واحد الجمالية خاصة وكيدوز وسط منها. خنيفرة محاطة بأكبر غابات الأرز في المغرب، وهذا الشجر هو اللي كيعطي داك الهواء النقي والبرودة في الصيف. قريبة منها بزاف ديال المنتزهات الطبيعية بحال أكليمام أزقزة، البحيرة الخضراء وبحيرة ويوان، وطبعا منابع أم الربيع. المدينة مشهورة بالزربية الزيانية اللي كيديروها العيالات بيديهم، وكتكون عامرة بالألوان والرموز الأمازيغية. وفنيا خنيفرة هي مهد فن أحيدوس اللي كيعبر على الشموخ والقوة ديال الناس الأطلس. خنيفرة مدينة باردة بامتياز في الشتاء، كيوصل فيها الثلج بعض المرات، وفي الصيف كيكون الجو فيها معتدل وزوين بزاف بفضل الأشجار والوديان اللي دايرين بها. ها شنو كيميز الثقافة ديال الناس زيان؟ الناس ديال خنيفرة معروفين بالجود والكرم. الضيف عندهم شي حاجة مقدسة، وضروري من البراد ديال أتاي مشحر بالشيبة ولا العشوب ديال الجبل، والترحيب كيكون باللغة الأمازيغية اللي كتعطي نكهة خاصة للجلسة. فن أحيدوس الرقصة الجماعية. خنيفرة هي المهد ديال أحيدوس، وهو ماشي غير شطيح بل هو تعبير على الاتحاد. الرجال والعيالات كيوقفوا كتيف لكتيف في صفوف مستوية، كيضربوا بالبندير ويغنوا أشعار إيزلان اللي كتحكي على الحب، الطبيعة والمقاومة. الزربية ديال خنيفرة هي لاكارت ناسيونال ديال المنطقة. العيالات الزيانيات كينسجوا حكايات بالصوف. اللون الأحمر هو اللي كيطغى، ومزينة برموز أمازيغية عندها معاني تاريخية. كل زربية هي قطعة فنية فريدة وما كتشبهش الأخرى. المرأة الزيانية كتميز بأحروي، قطعة ثوب كبيرة، والمشبوح مع الحل ديال النقرة الفضة واللبان الحر. الرجل الزياني معروف بالجلابة البزيوية أو الصوفية الغليظة اللي كتحميه من برد الأطلس القارس، مع الرزة اللي كتعطيه هيبة. شحال تتبعد خنيفرة على المدن اللي قريبة لها؟ بني ملال تتبعد ب 130 كيلومتر، تقريبا ساعتين وربع ديال الطريق. مكناس تتبعد ب 125 كيلومتر، تقريبا ساعتين. مريرت قريبة بزاف لخنيفرة، كاينه غير شي 30 كيلومتر بيناتهم. الطريق كتاخد تقريبا 35 حتى ل 40 دقيقة بالطوموبيل. أزرو بعيدة شوية، كاين ما بين 80 حتى ل 81 كيلومتر. الطريق كتاخد تقريبا ساعة ونص، شي ساعة و27 دقيقة على حساب الزحام. الطريق اللي كتربط بيناتهم كاملين هي الطريق الوطنية رقم 8. فاس تتبعد ب 160 كيلومتر، تقريبا 3 ديال الساعات. الدار البيضاء تتبعد ب 260 كيلومتر، ما بين 3 حتى ل 4 ديال الساعات على حساب الطريق اللي خديتي. باش توصل لمدينة خنيفرة عندك بزاف ديال الاختيارات على حساب المدينة اللي انت فيها. الطوموبيل، إلا كنتي جاي من جهة الشمال فاس أو مكناس غادي تشد الطريق الوطنية رقم 8 N8 اللي كتدوز على الحاجب وأزرو حتى كتوصل لخنيفرة. إلا كنتي جاي من جهة الغرب الرباط أو كازا كاين جوج طرق، يا إما تمشي لمكناس وتكمل في N8 أو تشد جهة بني ملال وتطلع من قصبة يدلا. الحافلة كاينين شركات معروفة بحال CTM والسوبراتور، وكاينين كيران نقل المسافرين العاديين اللي كيمشيو من أغلب المحطات الطرقية في المغرب بحال القامرة في الرباط ولاد زيان في كازا أو محطة فاس. الطاكسي الكبير، كاينين الطاكسيات البيضين اللي كيمشيو لخنيفرة من المدن القريبة بحال مكناس، مريرت، بني ملال وأزرو. خنيفرة ما فيهاش السكة ديال القطار. إلا بغيتي تسافر بالتران خاصك تنزل في محطة مكناس، ومن تما تاخذ طاكسي كبير أو كار باش تكمل الطريق لخنيفرة. كتكون فيها تقريبا ساعة ونصف حتى لساعتين ديال الطريق. مدينة خنيفرة ولادة وعطات بزاف ديال الشخصيات الوازنة اللي خلات بصمتها في التاريخ، الفن والرياضة في المغرب. موحن أو حمو الزياني هو الرمز الأول ديال المدينة، قائد مقاومة الأطلس المتوسطي ضد الاستعمار الفرنسي، وبطل معركة الهري الشهيرة عام 1914، كي تعتبر رمز الشجاعة. خنيفرة هي عاصمة الفن الأطلسي بامتياز. محمد رويشة، هرم الأغنية الأمازيغية والمغربية.
بصم تاريخ الفن بأغاني بحال إيناس وكيبقى من أخلص أبناء خنيفرة اللي غناو على الطبيعة والحب والأم. حد أوعكي أيقونة الفن الأمازيغي، صوت نسائي قوي كيمثل المرأة الأطلسية بامتياز، وعطات بزاف للأغنية الشعبية الأمازيغية. الشريفة فنانة كبيرة معروفة بصوتها الجبلي الأصيل اللي كيذكرك بجمال جبال الأطلس. مصطفى أم قيل واحد من الوجوه الفنية المعروفة اللي بدأت من خنيفرة ووصلت القلوب المغاربة بالأغنية الشعبية والأمازيغية. المنطقة معروفة أيضا بخرجين كبار في مجالات الطب، الهندسة والسياسة اللي خدموا البلاد من مواقع مختلفة، وكيبقى الروح الزيانية هي الرابط المشترك بيناتهم كاملين. خنيفرة ديما كانت منبع للرجال والعيالات اللي عندهم الكلمة والروح القتالية. فريق شباب أطلس خنيفرة ماشي غير فرقة ديال الكورة، بل هو رمز ديال زيان والأطلس المتوسط كامل. تأسس الفريق عام 1943، يعني فرقة عندها تاريخ وقديمة في الكرة المغربية. الألوان الرسمية ديالهم هي اللون الأحمر، وداكشي علاش كيقولوا ليهم الفريق الزياني أو حمر الأطلس. الملعب، هاد التيران معروف بالضغط ديال الجمهور، والفرق اللي كتجي لعنده كتحس بصعوبة الماتش بسبب الجو والحماس ديال المشجعين. أحسن مرحلة عاشها الفريق هي فاش طلع القسم الوطني الأول، وبصم على مستويات زوينة بزاف، وكان كيشكل عائق كبير للفرق الكبيرة فاش كيجيو يلعبوا في خنيفرة. الفريق معروف بالقتالية ديال اللاعبين ديالو، وهذا الشيء مستمد من الروح ديال المنطقة الجبلية. جمهور خنيفرة جمهور وفي بزاف، ومساند للفريق في السراء والضراء. وخا الفرقة دازت من فترات صعيبة وطاحت للقسم الثاني، كيبقى الجمهور ديما حاضر وكيشجع بالروح والدم. شباب أطلس خنيفرة ديما كيعطي لعابة واعرين اللي مشاو الفرق كبار في البطولة الوطنية أو حتى الاحتراف، حيت كيعتمدوا بزاف على ولاد المنطقة اللي عندهم اللياقة البدنية والجهد. إلا كيعجبك تسافر وتكتشف خبايا الطرقان والمناظر المخبية في المغرب، دخل شارك معنا في العائلة ديال القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. اشترك في الفيديو ودير لايك باش نمشيو مجموعين في رحلة جديدة في كل فيديو. بغيتي تشوف المغرب بعيون أخرى؟ اشترك دابا وخلينا نوصلوا هاد القناة لأكبر عدد ديال عشاق السفر. آراءكم كتهمني بزاف، خليو لي في تعليق شنو هي الطريق اللي بغيتوني نصورها لكم في المرة الجاية. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، بلا بكم هاد القناة ما كانتش غتوصل لهاد الشيء اللي هي عليه اليوم. كلمة شكرا قليلة فحقكم. التعليقات ديالكم والتشجيعات هي اللي كتخليني نضرب الطريق ونصور لكم أحسن ما كاين. تحية كبيرة لكل واحد كيدير لايك، كيخلي تعليق زوين، ولا كيبارطاجي الفيديو مع صحابه. نتوما هما المحرك ديال هاد القناة. كنقدر بزاف الوقت اللي كتعطيوه باش تفرجوا فيا، لهلا يخطيكم عليا يا أحلى متابعين.